تعالوا هنعمل مع بعض النهارده بقى ممبار محمر كده بطريقه مختلفه وبطريقه جديده وحلوه جدا. يلا قبل ما نبدا بقى نقول بسم الله، ما ننساش نعمل اشتراك ولايك وشير للقناه عشان يوصلك اي جديد. ولو الفيديو عجبك ممكن تشيريه او تحتفظي بيه عشان يوصلك اي جديد. نبدا بقى ونقول بسم الله، ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا معايا بقى مع التقليه هنعملها ازاي. معايا هنا شويه زيت وعليهم معلقه سمنه او معلقه دهن من اللي احنا عاملينه مسيحينه مع بعض. وهنا فرمانه حوالي 5 بصلات كبار، اخدت نصهم حطيتهم على الزيت كده وهنحمرهم. وبرده فرمه شويه مقطعه شويه فلفل حار، اخدت نصهم وحطيتهم على البصله كده وهنحمرهم مع بعض. وسبت نص البصله ني ونص بقيه الفلفل ني كده. وهنا حطيت معلقتين معلقه ملح ومعلقه سكر مع البصله عشان تتحمر معاها. هنا معايا البصله اتحمرت خلاص اهو، وانا كده كده ضربه الطماطم في الخلاط زي ما شايفين كده جاهزه اهي. البصله اتحمرت ورحت طشه بقى الطماطم وهتبلها واسيبها تتسبك. احنا بنبدا الاول بالتسبيكه يعني بصوا احنا هنعملها ميكس كده بين تسبيكه وني في ني. تابع معايا الخطوات للاخر عشان الفيديو فيه تفاصيل حلوه قوي. هنا بقى معايا حطيت التوابل، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه شطه، معلقه بابريكا. وهنا معايا معلقه سكر تاني ومعلقه ملح. تمام، قلبيهم بقى كلهم كده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما ننساش بقى لو وصلت لغايه هنا ما ننساش نعمل اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو هنا خلاص سبتها بقى تتسبك معايا كده، اتسبكت معايا حلوه قوي اهو. كده خلاص هركنها بقى قبل ما اعمل الخلطه التانية. الخلطه التانية ده كده حوالي كيلو رز، عليه بقى شويه خضره حلوين قوي بقى كده. الممبار بيحب الخضره حلو كتير. هنا حطيت عليهم الفلفل المقطع اللي انا سايباه والبصل برضو اللي انا كنت فرماه وسايباه، وعليهم معلقتين ملح وعليهم فصين توم. كل الحاجات دي كده على بعضها وقلبيهم بقى حلو قوي. بصي قلبي الخلطه دي حلوه قوي قوي كده، حتى وانتي بتقلبيها هتشمي لها ريحه جميله جدا يعني. ريحتها هتبقى معاكي فواحه خالص. الريحه دي بقى اللي بتخلي البومبار في حته تانية خالص، الخطوه اللي انا بعملها دي. تابعي معايا الفيديو للاخر عشان الفيديو فيه تفاصيل وفيه كام تريكايه كده حلوين عشان تستفادي بيهم. احنا بنقلبه كده حلو قوي الرز الاول في الخلطه دي في الخضره والثوم والفلفل الاخضر والبصل اللي احنا مخرطينه والملح وبس وتبليهم بقى كده. هنا معايا بقى الدمعه او التسبيكه اللي احنا سبكناها هنحطها كده على الرز وقلبيهم. هنا حطيت شويه وقلبتهم لقيتها احتاجت تاني، رحت حاطه بقيه التسبيكه معايا بقيه الطماطم. قلبيهم بقى كده وخلاص. احنا ما بنحطش الرز على النار عشان احنا عايزين زي ميكس بين ني في ني وبين مسبك، ده بيديله طعم حلو قوي. هنا اهو نحط بقى بقيه الطماطم التانية. لو وصلتي معايا لغايه هنا كده تصلي معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. قلبي بقى كده، واللي بيعمل الممبار بالطريقه ديت يبقى يعرفني ويقول لي. هنا خلصت اهو الخلطه معايا بقى. هنا حوالي 2 كيلو ممبار متنضفين، انا كنت جايباهم يعني هما جايين متنضفين، هما جايين متنضفين وانا يا دوبك غسلتهم وحطيت عليهم ليمون وكده وقطعته بس كده زي ما انتم ما شايفين كده اهو. هنا بقى الحشو معايا ايه، احنا مخلين من جوه الحته اللي بيبقى فيها الدهن زي ما بوريكم كده. الدهن بنخليه من جوه عشان لما في السليق بيسيح وبيدي الرز طعم حلو قوي يعني كمان. ولما نيجي نحمره ما يبقاش شكل الممبار من بره فيه حاجات كده باينه وبتاع، لا. الحشو بقى كده بنفتح، بنمسك واحده من هنا ونحط صباعنا من هنا ونحط صباعنا من الجنب التاني زي ما انتم ما شايفين، وبصوابعك الاتنين اللي انا بعمل بيهم دول بندخل الرز كده اهو. خلاص مليناه، ما ننهوش قوي بقى يا جماعه عشان ده ما يفرقعش منك. اهم حاجه ان انت تملي كده بسيط وتبططي تبططي كده وتاخدي تطلعي الرز اللي هو الزياده في قلبيه كده بيطلع معاكي زي ما انت ما شايفه كده. مليت الجنب التاني، انا لقيت الجنب ده فاضي رحت ايه بملاه بس بسيط كده من هنا زي ما انتم ما شايفين كده اهو. واهم حاجه وانت بتمليه بططيه، افردي حته الممبار معاكي افرديها عشان تطلع معاكي الرز الزياده. لان انت لو سبتيه مليان وفي السليق هيطق معاكي وهيفرقع، هيبقى مش ممبار بقى، هيبقى هيبقى حله رز. انتوا فاهمين كده اهو. بططيه زي ما انا بقولك كده، افرديها بنفرده او بنبططه. وخلاص على كده هعمل لكم واحده تانية علشان تخلوا بالكم. هنا اهو بقول لكم الدهن بنخليه من جوه اهو يا جماعه كده.
الدهن بنخليه من جوه عشان كل ده يسيح وما يبانش معاكي في التحمير من بره، بيخليهاش شكل الممبار معاكي يبقى شكله وحش او ليه كده تعريجات او حاجات زي كده. فهو من جوه افضل. كده اهو حطيت، مسكت واحده من هنا، حطيت صباعي من هنا ومن هنا وفتحت، ورحت ايه بزق بقى بصوابع التانيين اللي فوق زي ما انتم ما شايفين كده الخطوه اهي. خلاص هنخلص بقى الكميه دي كلها وهرجع لكم تاني بعد ما حشيته كله. هنا هنخلص معانا اهو بططناه، وكده كده انا حاطه حله معايا على النار. الحله اللي انا سبكت فيها هي اللي انا هسلقه فيها. تمام. كده اهو نخلص بقى الكميه والميه بتغلي معايا. ده كده خلاص بعد ما عملته بسم الله ما شاء الله قطع معايا الله اكبر يعني كميه حلوه. هنا الحله اهي بقى حاطه فيها بصلايه وورقتين ورق لوري. دي مكان التسبيكه. هنا بقى بمسك البمبار كده من فوق واجي مسقطاه. ليه بتسقطه كده؟ علشان اول ما ينزل في الميه السخنه يقفل من الجنبين عشان الرز ما يطلعش معاكي. تمام. هنحط الكميه كلها. انا هنا بقى وانا بحط الكميه لقيت الحله صغيره، رحت جايبه حله اكبر ورحت نقلاهم فيها زي ما انتم ما شايفين كده اهو. حطيته بقى كده اهي البمباره بدات تقفل اهو. اول ما اتحطت في الميه السخنه هنحط عليها بقى، انا بحط وهو بيسلق معلقه سكر علشان ما ياخدش وقت معاكي. لو هو مثلا كبير او بياخد وقت جامد على النار، معلقه السكر ديت بتساعد على السوا على طول، بتسويه على طول معاكي. كده بالظبط اخد معايا ساعه وربع كده على البوتاجاز. خلاص كده. غطيته بقى وهنسيبه بقى يستوي براحته. كده بعد ما استوى انا حيقته بس معلش المقطع اتقطع، حطيت معلقه ملح. هنا بقى خلاص استوى، ما ينفعش نسيبه في الحله بتاعته. لو سبتيه هياخد السخونه كلها بتاع الحله بتاع الشوربه وهيطق معاكي هيفرقع منك. فاحنا مش عايزين كده. احنا بقى هنا خلاص استوى معايا اهو، بقول لكم استوى معايا كده تمام. هنطلعهم بقى، طلعيهم بقى على حاجه كده من الشوربه. خلاص كده طلعوا هم معايا كميه. احط الزيت بقى يتقدح معايا عشان نحمرهم. كده معايا الزيت اهو اتقدح وسخن. هنحمر بقى الكميه اللي معانا دي. حمريهم وشوف اللون معايا ايه اللي هيطلع معاكي في الاخر، هيبقى لونه ذهبي وجميل جدا. ما بنسيبوش يتحمر قوي قوي لونه يبقى مسود كده، لا ما ينفعش. هو عشان كان مطلوب مني اوردر فحطيت له، يعني جبت اللي هي العلب الورق الحراري ده، العلب الحراريه دي الالومنيا، وفرشته خضره وحطيت بقى بطلع عليه كده. وبألف هنا وشفا لاصحابه والحمد لله عجبهم يعني وطلبوا تاني. فالحمد لله بألف هنا وشفا ليهم.